النهارده هكلمكم عن اعظم فرشتين من شي جلام. الفرشتين دول بجد ما توقعتش ان هما هيبقوا جامدين كده. بصوا هما بيجوا مع بعض. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه رفع الفرشه. بصوا رفع الفرشه وعرضها ثانيه اكبر شويه بسيطه. بصوا جمال الفرشتين دول يا جماعه، بجد ايه ده؟ محتاجه افهم ايه الرفع ده. دول بقى نقدر نقول ان هما بيستخدموا لاي حاجه رفيعه في الميك اب، يعني حواجب اوكي، جل بقى، باودر، باي حاجه هتمشي. تنظيف الحواجب بالكونسيلر اوكي، مش هنقول لا، يعني بصوا اصلا هتمشي على طول. رسم ايلاينر مموه بالاي شادو هتبقى بيرفكت. رسم ايلاينر نفسه اللي هو الجل هتبقى بيرفكت برضو. رسم تحديد العين من تحت هتبقى برضو جامده. فطبعا هنجربها مع بعض. هجرب الاصغر في رسم الحواجب. وبما اني بتكلم على عظمة الفرشتين دول اللي حرفيا لا غنى عنهم، فبالمرة قلت النهاردة هكلمكم عن اجمد اطقم فرش جبتها من شي جلام. وبجد اتصدمت من الكواليتي، لان الامانة جربته من فترة كبيرة طقم من شي جلام حلو بس ما ابهرنيش، او بتاع الناس اللي مبتدئة قوي. ولكن الطقمين اللي جبتهم مع الفرشتين دول اثبتولي ان في اطقم في شي جلام يا جماعة حرفيا هاي كواليتي وتستحق اكتر من سعرها. فتعالوا اوريها لكم. يعني انا فتحتهم يعني قبل كده، ولكن حطيتهم برده في الجهاز عشان اوريها لكم بشكلها كده كانها واصله. اول طقم، الطقم ده كله شعره بلاستيك علشان هو كله للحاجات الكريمي. اول حاجه الفرشه المبهره دي، بامانه يا جماعه بامانه نفس كواليتي الهاي اند جدا، يعني جدا. حجمها طبعا مثالي للفاونديشن الكريمي، وفي نفس الوقت سمكها بيرفكت حرفيا بجد. تاني فرشه في الطقم، بصوا طيب نعومه الشعرايه، نفس الفرشه يا جماعه تقيله، فاهمين قصدي. تالت فرشه كبيره في الطقم، بصوا بصوا كواليتي الشعره نعومتها طبعا دي، بصوا تحفه تحفه. طبعا الفرش الصغيره واضح ان هي بلاستيك قد ايه، يعني بصوا لمعه الشعر تمام. دي طبعا لاي حاجه مثلا كونسيلر، اضاءه معينه عايزه احطها مثلا في اماكن معينه اوكي. بلاستيك ولكن ناعمه، مش اللي بتشك، فاهمين قصدي. دي برضو طبعا الكونسيلر او للكونتور الكريمي، لتوزيع الكونتور الكريمي على الوش، وجايه بميله وناعمه جدا لو عايزه افرد برضو كونسيلر او بشميله كونتور او بلاشر كريمي. ولكن بقى دي وانا بطلعها من الكيس حبيت اوريكم، سحبتها جامد بصوا اتفكت. ده معنى ان هي فرشه وحشه او كواليتي وحشه؟ لا خالص يا جماعه، دي عادي بنحط هنا حته شمع صغيره خالص وبنضغطها بتلزق زي ما كانت عادي جدا. هي تفك من الشحن، من الحراره، من اي حاجه اتعرضت لها، من انا سحبتها اوفر. بامانه انا حبيت اوريها لكم لان هي ما كانتش مفكوكه من نفسها، انا سحبتها يعني كنت ماسكاها في الكيس كده وسحبت الحته دي اتفكت. فده وارد جدا حتى في الهاي اند. ليه بقى بقول لكم كده؟ لان انا ليا تجارب كتيره جدا مع الفرش، لان انا شخص من زمان جدا اول ما بدات شغلي فعديت على مراحل كتيره جدا في الفرش. المرحله بتاعه الفرش اللي هي يعني مش عايزه اقول لكم الطقم بكام، غاليه جدا. الصدمه بقى ان هي الفرش جات لي بعيوب تمام، وعايزاكم تتوقعوا بكام كان طقم الفرش اوكي. كلمتهم وبدلوا لي الفرش اللي كانت فيها العيوب، وبعد كده اكتشفت فرش تاني فيها عيوب، ولكن قلت خلاص بقى يعني مش هفضل كل شويه نبدل ونرجع ونعمل وكده. وفي كذا طقم برضو فرش تاني جبتها من براند وسط، ولا هي هاي اند ولا هي دراكا ستور، وفرش كتيره جدا اتفكت منه نفس الطريقه دي وعادي بلزقها. فالفرش اهم حاجه كواليتي الشعر والحديده دي، لكن موضوع الفككان ده وكده ده عادي وارد في اي براند فرش اوكي. الفرشه دي زي ما انتم شايفين حجمها صغير، ممكن نستخدمها للروج بس هي كبيره شويه على الروج، ممكن نستخدمها للكونسيلر لاي حاجه. دي الشكل ده نقدر برضه نستخدمها لتنظيف الحواجب. خليني اقول لكم ان انا مخليه كده اخر فرش هتكلم عليها عشان نحلي بيها، يعني دايما يقول لك ايه ختامها مسك. الفرش دي انا ما توقعتش ان انا هجيبها من شي جلام تبقى بالشكل ده والكواليتي ده والاحجام دي. الطقم ده اي ميك اب ارتست مبتدئه او مش مبتدئه
هتحبه، هتستفاد بيه جدا. ليه بقى؟ لان الاحجام اللي فيه احجام بروفيشنال، مش الاحجام اللي هي كده وخلاص. فاهمين قصدي اقول لكم ايه؟ يعني عايزاكم كده تحسوا الجمله اكتر. نبدا بالفرشه الخطيره دي. اولا الشعر الكواليتي بتاعه هو حجمها للدمج. دايما اكتر حاجه بترهق الميك اب ارتست ان هي تدور عليها او تلاقيها بشكل مناسب، او طقم يساعدها على رسم الاي شادو وفرش الدمج وفرش العين. دي اكتر فرش بتسعى لها اي ميك اب ارتست ان هي تلاقيها بشكل حلو، خليها تعرف تطلع الاي شادو بشكل اللي هي عايزاه، احجام مختلفه. طقم كله فرش بلاند. تاني فرشه هي جايه مبططه كده شويه، لو عايزه ادمج في الكريس. بصوا الحجم ده كبير لدمج لو جفن كبير. اوكي بصوا جمال شكل الفرشه دي. الفرشه دي هتعمل بلاند جامد جدا. وطبعا مش بقول كده وخلاص، انا هعمل لوك معاكم دلوقتي بكل الفرش دي، احجام واشكال مختلفه. بصوا الشكل ده مايله ازاي، عشان لو عايزه اعمل هنا على الجنب اطلع كده. طقم 10 من 10. انا بحطها على عيني عشان تشوفوا حجمها بالنسبه لعيني. بصوا حتى الفرشه اللي كده رفيعه فعلا، يعني نقدر نرسم بيها حواجبنا او ايلاينر. بصوا نكشه الفرشه يا جماعه اللي بتكلم فيها دي، عشان اوزع هنا بيها تحت العين او هنا. دي اللي هي بلاستيك تمام، يعني ناشف. شايفين ازاي لمعته؟ شايفين اللمعه بتاعته بتختلف ازاي؟ بصوا صوته حتى. دي طبعا عشان الكونسيلر او اي حاجه كريمي. طقم ما فيهوش ولا فرشه مش مهمه او مش هنحتاجها مثلا. في هعمل معاكم لوك باستخدام الاطقم دي بس، خصوصا فرش العين. هحاول ما ادخلش اي فرش تاني. مش هنسى ان انا استخدم الفرشتين الجامدين دول والطقم المبهر ده. طبعا هحط لكم اللينك اللي جبت منه الفرش دي. ما تنسوش طبعا تقولوا لها ان انتم من الايفاويه. يلا بينا نعمل اللوك بالفرش دي. عايزه اقول لكم ان انا حرفيا ما استخدمتش اي حاجه في عيني ولا رسمه عيني من تحت ولا من فوق غير الفرش اللي انا وريتها لكم بامانه. وبرده لوشي ما استخدمتش اي فرش لوشي غير اللي وريتها لكم. وطبعا هنزل لكم اللوك بالتفاصيل وبالخامات وبكل حاجه. قولوا لي رايكم فيه واستعجلوني كده وانا هنزله لكم على طول. وقولوا لي ايه رايكم في نت العين. عارفه انه دوشه وعارفه انه اوفر حبتين 3 4 5 6 7 8 9 10، ولكن انا كنت حابه كده اعمل حاجه كده اوفر شويه، جليتر شويه. من الاخر لوك العروسه مستحيل تطلبه. انا بحب اجرب على نفسي اللوكات دي علشان اي نو مفيش اي عروسه تطلب حاجه زي دي، فلازم اعملها.